بيبدأ فيلمنا مع 5 أصدقاء قاعدين في كافيه بيتفقوا مع بعض يطلعوا رحلة سوا يغيروا فيها جو، واتفقوا إن الرحلة دي تكون رحلة برية. وهما خارجين واحد اسمه لوك بيقول لهم ثواني بس هشتري حاجة من المحل. فواحد صديقه اسمه روبرت قال له خدني معاك. دخلوا هما الاتنين جوه وكانوا محتارين بين عصير العنب وعصير التفاح، وبيدركوا إن صاحبة المحل دي بتتعرض للسرقة ومضروبة ضرب جامد. لوك أول ما لمح الحرامية استخبى بسرعة، إنما روبرت للأسف ملحقش، فالحرامية مسكوه. روبرت ده قالوله ادينا المحفظة بتاعتك وطلع كل اللي في جيبك، وفي الآخر قالوله ادينا الخاتم بتاعك. قالهم لأ ده خاتم جوازي. ولما روبرت رفض يديهم الخاتم الناس ضربوه جامد لغاية ما قتلوه. كل ده كان قدام عينه صديقه لوك اللي كان باصص على صديقه وهو بيتقتل ومتحركش ولا عمل أي حاجة، لأنه كان خايف جدا. وبعد اليوم ده ب6 شهور بنلاقي لوك وأصدقائه التلاتة طالعين الرحلة البرية دي اللي كانوا متفقين عليها من 6 شهور. أصدقائه دول واحد اسمه هاتش، واحد اسمه فيل، والتالت اسمه دوم. بيطلعوا الرحلة دي على روح صديقهم روبوت. ولما بيوصلوا من مكان عالي جدا وشكله مميز شوية هناك بيعملوا تباين صغير لصديقهم روبوت، وبيشربوا على روحه وبيشربوه معاه. الإزازة دي باين عليها مبتفضاش، ويخيموا بعد كده جنب المكان ده. بالليل لوك بيقف كده مع نفسه شوية لأنه بيلوم نفسه على موت صديقه. فهاتش بيجي يتكلم معاه وبيحاول يخليه يفك شوية، وبيقول له لوك إن بكرة خلاص يعني آخر يوم في الرحلة اللي استمرت 4 أيام. وقال له شايف البيت الصغير اللي منور هناك ده الفندق بتاعنا، بكرة المفروض إن احنا نوصل هناك. وتاني يوم الصبح بينطلقوا عشان يروحوا للفندق الصغير بتاعهم. ولكن هما ماشيين صديقهم دوم ده بيقع في حفرة صغيرة كده في ركبته، بيحصل لها مزق، ده اللي بيخليه بيبقى ماشي كده شبه الناس اللي عاوزة تخش الحمام. فهاتش قال خلاص أنا عندي الحل، احنا هناخد الطريق المختصر من الغابة دي عشان نوصل للفندق بسرعة، لأن دوم مش هيقدر يمشي على ركبته كتير وإلا هنضطر نشيله احنا التلاتة. لوك قال ايه يا نهار اسود نشيل ايه؟ بقولك ايه ندخل الغابة مفيش مشكلة. لكن أثناء ما كانوا ماشيين هما الأربعة داخلين على الغابة مكانوش مستريحين نفسيا كده، وكانوا خايفين لا يلاقوا حاجة تأذيهم أو تموتهم. ولكن مكانش قدامهم غير إنهم يعدوا من خلال الغابة. ودخلوا جوا الغابة بس كانوا ماشيين كده مكانوش مستريحين، وكانوا بيسمعوا أصوات غريبة خارجة من شجر الغابة. وفجأة كده بيشوفوا حاجة مخيفة جدا، وهي حصان متعلق على الشجر بس مش متعلق كده وخلاص، ده بطنه مفتوحة وكل الحاجات اللي جوا بطنه واقعة في الأرض. طبعا المشهد ده خلاهم هما الأربعة اترعبوا وكانوا بيتسألوا يا ترى ايه اللي عمل فيه كده. طبعا كانوا عارفين إن مفيش أي وحش في الغابة يعمل كده. ولوك قال لهم يا ريت نمشي من هنا بسرعة لأن الشيء ده لسه مقتول دلوقتي لأنه لسه بينزف. فاقترح إن احنا نبعد عن المنطقة لأن اللي قتل الحصان ده أكيد مش بعيد عن المكان اللي احنا فيه. وفضلوا ماشيين في الغابة لغاية بالليل، وفي الوقت ده الدنيا كانت بتمطر جامد وهما الأربعة مكانوش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين، لأن البوصلة مكانتش مظبوطة برضو معاهم، ودي حاجة كانت غريبة شوية. بس بعد عناق كبير يعني فجأة كده لقوا بيت قديم وسط الغابة. فهم الأربعة اقتحموا البيت ده ودخلوه جوه عشان يهربوا من المطر الشديد. ولكن لوك قبل ما يدخل سمع صوت وحش كبير جدا ومخيف أوي بيجري حواليه. بص يمين شمال ملقاش أي حاجة، فبسرعة دخل البيت لأنه كان خايف جدا. على كل حال هما الأربعة جوه بقى فضلوا يدوروا على أي خشب عشان يحرقوه لأن الجو كان تلج. فبعتوا فيل يطلع الدور اللي فوق يدور على أي خشب يحرقوه كده. ولكن فيل لقى حاجة مخيفة جدا، فبسرعة نادى على أصدقائه. بيتضح إن في أوضة كده معمولة زي ما تكون معبد جواها تمثال معمول من القش، شكله وحش جدا ومخيف. برضه فيل قالهم إن الحاجات دي بتخص السحرة والدجالين. فهاتش قاله بطل هجص بقى ويلا بينا ننام، بلاش كلام فارغ. نزلوا ولعوا نار في الدفاية وناموا هما الأربعة. ولكن في نص الليل فجأة لوك بيصحى لأنه كان في نور قوي جدا ضرب في وشه. قام وفتح باب البيت كده لقى نفسه كده دخل في المحل اللي كان داخل فيه هو وزميله روبوت اللي اتقتل، وراح عند نفس الرف اللي كان بيشتري منه العصير. ولكن فجأة كده الرف ده شكله اتشال من قدامه، ولوك لقى نفسه وسط الغابة مرة تانية. كان واقف برا البيت اللي كان أساسا نايم فيه مع أصدقائه. مش بس كده، لوك لقى نفسه متعور في صدره ب5 فتحات في نفس الوقت. ده بيسمع صوت أصدقائه عمالين بيصرخوا جوا البيت. فبسرعة بيرجع لهم بيلاقي كلهم بيصرخوا لأنهم كانوا بيحلموا بكوابيس. وصديقه واتش ده من كتر خوفه عمل على نفسه. ولكن صديقهم الرابع فيل مكانش موجود معاهم. وبعد شوية دوروا عليه لقوا في الأوضة دي اللي هي معمولة زي المعبد
كان واقف قدام التمثال ده وقلع هدومه كلها وعمال بيصلي للتمثال، ويتضح إن هو كمان مكانش في وعي، وكان بيصلي وهو مش في وعي أساسا. على كل حال طلعوا من الأوضة دي وخلوه يلبس، وهما كانوا لبسوا وخرجوا من البيت ده بسرعة لأنهم أدركوا إن البيت ده جواه روح شريرة. ولما بصوا على الشجر اللي حوالين البيت ده لقوا شوية رموز غريبة زي ما تكون رموز بتاعة تعويذة. في اللحظة دي الشخص اللي اسمه دوم بدأ يفقد أعصابه وقال لهم ايه رأيكم نرجع مكان ما جينا؟ أنا مش هكمل طريق في الغابة دي. فكلهم مشوا وراه لأنهم كانوا مرعوبين، ولكن مع ذلك محدش فيهم حكى للتاني الكابوس اللي هو شافه، لأنهم كانوا عاوزين يحافظوا على هدوءهم لغاية ما يخرجوا من الغابة دي وبعد كده ينهاروا براحتهم. لكن بعد شوية مشي كتير جدا دوم مكانش قادر يمشي على ركبته، كان خلاص يعني وصل لمرحلة صعبة. فلوك قال لهم طيب خلاص أنا هطلع على التبة العالية دي أشوف احنا فين بالظبط عشان أقدر أعرف الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه. وفعلا طلع على التبة العالية، ولكن كل اللي شافه حوالينه شجر كتير. ولما كان واقف بينه وبين نفسه كده بص على الجرح اللي في صدره ده عشان يشوفه. في اللحظة دي سمع صوت وحش ضخم جدا قريب منه. فلوك بيبص كده لمح كائن ضخم شكله غريب جدا وسط الشجر. فعلى طول نزل لزميله جري وقال لهم الحقوا في وحش فوق مخيف جدا جاي علينا. طبعا ما صدقوش وقال له بطل هبل وحافظ على هدوء، احنا اساسا ماسكين اعصابنا بالعافيه. لوك قال لهم يعني انتوا مش مصدقين؟ طب بصوا على الجرح اللي في صدري. وحكى لهم ان لما صحي الصبح لقى نفسه واقف برا البيت وكان متعور في صدره. لكن مع ذلك اصدقائه برضه ما صدقوهوش، ودوم قال له تلاقيك انت اللي عامل في نفسك كده. لوك قال له انت مجنون، هعمل في نفسي كده ليه؟ وقال للوك انا مش بثق في كلامك خالص اساسا. وفي اللحظه دي فتح سيره صديقهم اللي مات روبوت في الوقت ده. هاتشي كان بيحاول يخليه يسكت، ولكن دوم مسكتش وقال للوك إن هو جبان مدافعش عن صديقهم روبوت لأنه خرج من المحل ده في اليوم ده وهو مفهوش ولا خدش أساسا. معنى كده إنه كان مستخبي من الحرامية. الكلام ده طبعا ضايق لوك جدا اللي خلاه يشتم دوم وزقه. هاتشي في اللحظة دي قال لهم يا جماعة اهدوا، ده مش الوقت اللي احنا محتاجين نخرج من الغابة ومحتاجين نبقى مع بعض ونسند بعض. فكلهم سكتوا ولكن كان جواهم اللي جواهم، واستأنفوا بعد كده طريقهم مرة تانية. وأثناء ما هما ماشيين بالصدفة كده لقوا شنطة قديمة وجزمة. ففتحوا الشنطة دي وبصوا جواها لقوا محفظة. فلاحظوا المحفظة دي لقوا جواها صورة عائلية وكريدت كارد. كريدت كارد دي تنتهي سنة 84. ففيل قال لهم دي حاجات مش حلوة خالص يا جماعة إن حد يرمي الشنطة بتاعته وسط الغابة كده ويجري، دي حاجة ما تطمنش نهائي. هاتشي قال له ايه ده لو سمحت يا فيل، واحنا زي ما احنا هنكمل طريقنا وهنخرج من الغابة دي وهنبقى زي الفل. وفضلوا ماشيين لغاية بالليل. نصبوا الخيم بتاعتهم وكل واحد نام جوا الخيمة بتاعته. وبرضه لوك في نص الليل بيسمع أصوات غريبة حواليهم في الغابة. في نفس الوقت بيسمع صراخ صديقه فيل، فبسرعة بيخرج من الخيمة وبيسأل فيل ماله. ففيل بيقوله حاجة ضخمة جدا أخدت هاتشي ومشيت. لوك سأله شكلها ايه، ففيل قاله مشوفتهاش كويس. في نفس اللحظة دي هما التلاتة بيسمعوا صوت هاتشي عمال بيصرخ صراخ جامد، ولكن لما تتبعوا الصوت وسط الضلمة مقدروش يوصلوا لمكان هاتشي. ده اللي خلاهم يستنوا لغاية ما الصبح طلع عشان يبحثوا عن صديقه. وفعلا تاني يوم الصبح لما بحثوا عنيه لقوه، ولكن لقوه في وضع كده زي وضع الحصان بالظبط متعلق وسط الشجر وبطنه مفتوح، كل اللي في بطنه مرمي على الأرض. طبعا في اللحظة دي هما التلاتة دخلوا في حالة زعل ومكانوش فاهمين اللي بيحصل. نزلوا هاتش من مكانه وأخدوا منه البوصلة وكل متعلقاته الشخصية. دوم قال لهم إنه عاوز يدفنه. لوك قال له مفيش وقت، احنا محتاجين نستغل ساعات النهار دي عشان نخرج من الغابة بسرعة. ولكن دوم مكانش عاوز يسيب صديقه بالشكل ده، فجاب شوية أغصان بتاعة شجر وحطهم فوق وكملوا بعد كده طريقهم. لكن هما التلاتة حالتهم النفسية كانت وحشة وكانوا مرعوبين من أي صوت صغير أو حركة مفاجئة كانت بتخلي جدتهم تتلبش. وبعد مشي كتير وعناء أكتر لوك بيلمح من بعيد كده نهاية الغابة، فبيسيب أصدقائه عشان يلقي نظرة أدق عشان يقدر يحدد الطريق الصح. بس لما بيرجع تاني بيلاقي الوحش ده فجأة بيسحب صديقه فيل. لوك بيعمل ايه بقى في اللحظة دي؟ بيحاول يهرب ويسيبه، ولكن بيلبس في شجرة فبيتخبط في دماغه وبيغمى عليه. في اللحظة دي بيلاقي نفسه جوه محل العصير ده مرة تانية. فلوك بيفتح الباب المحل وبيخرج بيلاقي أصدقائه التلاتة مستنيينه بره ويبصوله. وصديقه فيل بيوجه في وشه كشاب. فلوك بيفوق مرة تانية وهو في الغابة
بيمسك كشافه وبيبص يمين وشمال وبيدور على صديقه فيل، لكن كل اللي بيسمعه صوت الوحش المخيف ده. فجأة كده بيتفاجئ بصديقه دوم في وشه كان مستخبي من الوحش، فبسرعة لوب جري عليه واستخبى جنبه. دوم فضل يقوله إن هو خايف جدا ومش عاوز يموت في الغابة دي، فلوك قاله اطمن أنا معاك ومش هسيبك في اللحظة دي. بيسمعوا صوت الوحش بيقرب ناحيتهم، فلوك قال لدوم احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي، انت جاهز تجري بركبتك؟ دوم قال له اه قادر يا لوك. فهما الاتنين فضلوا يجروا وسط الغابة بلا هدف، وهما بيجروا كده اتكعبل في صديقهم فيل برضه كان متعلق على الشجرة وميت. ففضلوا برضه يجروا لغاية ما لقوا بيت منور كده وسط الغابة، فدخلوا البيت ده، ولكن جوه البيت ده كان مستنيهم خازوق تاني. الشخص اللي جوه البيت ضربهم هما الاتنين، فاغمى عليهم هما الاتنين، ولما فاقوا لقوا نفسهم متكلبشين. ولوك بيبص كده من خرم موجود في الأوضة اللي هما فيها، لقى شوية ناس برا كده شكلهم مخيف جدا، مش عارف عاملين كده ليه، تقريبا قلة تغذية. بعدها بشوية الناس دي دخلت عليهم، الكبيرة بتاعتهم المعفنة جدا دي راحت وبصت على لوك كده وشافت الجروح اللي في صدره، وراحت مورياله نفس الجروح دي في صدرها هي كمان. الحمد لله إنها بتوريله الجروح. بتسيب لوك وبتروح لصديقه دوم، الناس دي بتاخده وبتخرج بره عشان يقدموه كضحية للوحش. كتفوه في عمود خشب وقدموه للوحش، وفضلوا مستنيين الوحش لغاية بالليل، لغاية ما سمعوا صوته بيقرب ناحيته، فراحوا كلهم راكعين للوحش على أساس يعني إنهم بيقدموا له التضحية دي. كلهم كانوا شايفين شكل الوحش الحقيقي، ما عدا دوم كان شايف الوحش ده على هيئة مراته. قربت منه جدا وحطت ايدها على وشه. في اللحظة دي بيلاقي إن مراته دي شكلها اتحول شكل غريب واتحولت لشكل الوحش. فلوك بص على صديقه من الخرم اللي عنده في الأوضة، لقى الوحش ده ضخم جدا. أخد زميله من وسط الناس دي ومشي. لوك ما كانش مصدق اللي شايفه، وبسرعة كسر صبعه عشان يقدر يحرر نفسه، ولكن في الوقت ده دخلت عليه واحدة من الناس دي اللي هما خاطفينه. فلوك عمل نفسه إنه لسه متكتف وسألها هو إيه الوحش ده. قالت له الوحش ده ابن غير شرعي لله لوكي، ده اللي هو ابن أودان واللي الجنة بتاعتهم اسمها فلالة. المهم يعني الوحش ده بياخد منهم تضحيات عشان يسيبهم عايشين، وبرضه عشان يسيبهم عايشين لازم يعبدوه. وقالت له إن العلامة اللي في صدره دي معناه إن الوحش ده اختاره عشان يعبده، وإنه يعني طول ما هو بيرجع للوحش الوحش هيسيبه عايش. لوكي قال لها بقولك ايه، ابن لوكي ابن ثور، حتى أنا مش هعمل اللي انتوا بتعملوه ده. فالست دي سابته وخرجت، ولوكي استنى شوية وخرج هو كمان. دخل في أوضة كده فيها شوية أسلحة وخد منها بندقية، وطلع بعد كده في الدور الفوقاني. هناك برضو لقى أوضة كده زي ما تكون معمولة معبد، لكن كل اللي جوه الأوضة دي شوية جثث، بس الغريب إن الجثث دي بتتحرك. فلوك بكل بساطة كده مسك شعلة وفضل يولع فيهم واحد ورا التاني عشان يولع في البيت كله. فالناس اللي خاطفينه دول أخدوه بالهم إن البيت بيولع، بس هما مش هما والوحش كمان خد باله. لكن المرة دي الوحش مكانش شايف قدامه وبدأ يقتل فيهم. في نفس الوقت على الجانب التاني لوك بيتفاجئ بالست دي في وشه، راح رازعها بنية وقعها على الأرض. بعدها بيتفاجئ بواحد تاني راح مديله طلقة كده. لوك بسرعة خرج من الناحية التانية وهرب بعيد عن البيت. بيبص من بعيد كده لقى الوحش بيقتل في الناس. الوحش ده شكله عامل كده ليه؟ سانتا كلوز لو عثر فيه هيحطه مع الخذلان في التلاجة. على كل حال الوحش ده بيلمح لوك فبيجري وراه هو كمان عشان يمسكه. فلوك بياخد فاس كده كان جنبه وبيجري هو كمان، ولكن في الآخر برضه الوحش بيمسكه. بيحط ايده على وش لوك كده وبيخليه يركع، لكن لوك بيرفض يركع وبيقف قدامه مرة تانية. فالوحي بينزل وبيخليه يركع مرة تانية، ولوك برضه بيقف تاني، ولما الوحش كان هيخليه يركع تاني لوك بالفاس اللي في ايده راح مديله في دماغه وجري منه. بعد كده لغاية ما خرج برا الغابة، والوحش طبعا كان بيجري وراه، ولكن الوحش ما كانش قادر يخرج برا الغابة. في اللحظة دي الوحش فضل يظهر بصوت عالي جدا، راح لوك كمان فضل يصرخ في وش الوحش بصوت عالي، والوحش بدأ يصرخ في وشه ولوك يصرخ في وشه. يا جماعة مالكم بس، كله بالخناق ما عدا الرجوع بالاتفاق. يعني على كل حال لوك بيسيب الغابة المشؤومة ويكمل طريقه بعيد عنها وبيخلص فيلمنا. ياريت تعمل لايك ومتنساش تشترك في القناة عشان تتفرج على الملخصات التانية.